هل دايما بتحسي ان ما عندكيش وقت، او دايما بتحسي ان اليوم ابتدى وخلص وانتي ما انجزتيش فيه حاجه؟ تعالي اقولك على 3 حاجات ممكن تكوني بتعمليهم دايما بيدوكي احساس ان وقتك مش في ايديكي. اول سبب ان ممكن يكون احساسك بالوقت ضعيف. يعني ايه؟ يعني الوقت بيعدي او بيمر وانتي مش مدركه للوقت اللي بيعدي. طب ازاي اقدر ان انا احل الموضوع ده؟ قبل ما تبتدي اي مهمه سواء في البيت او في الشغل، بصي على الساعه وشوفي انت ابتديتيها امتى، ولما تخلصيها بصي على الساعه وشوفي انت خلصتيها امتى، وشوفي هل الوقت اللي قضيتيه في المهمه دي كان فعلا الوقت اللي مطلوب انك تخلصي فيه المهمه دي ولا لا. تاني سبب انك مش بتعرفي تخططي او مش بتعرفي تخططي صح، فبالتالي انت دايما بتقضي وقت كرد فعل للحاجات اللي بتحصل فيكي او بتحصل حواليك. عشان تحلي الموضوع ده دايما خططي ودايما خلي عندك روتين عشان تبقي دايما عارفه الخطوه اللي جايه بتاعتك ايه. تالت سبب ان اللي حواليكي هم اللي متحكمين في وقتك مش انت اللي متحكمه فيه، فبالتالي انت عامله زي العروسه الماريونيت اللي مربوطه بخيوط كتير وكل حد عمال بيشد، وانت دايما بتستجيبي للشد الاكتر